هلو. النهاردة هنعمل العيش السوري وشاورما صيامي بطريقة جامدة قوي من غير فراخ ولا لحمة ولا حتى مشروم. تعالوا بقى نبدأ بطريقة العيش السوري. معايا هنا 4 كوبايات من الدقيق وعليهم معلقة صغيرة من الملح وعليهم 4 معالق كبار من الزيت. هنخلط كل ده كويس قوي في بعض. ومعايا كمان كوباية مية سخنة، أهم حاجة تكون سخنة. ننزل بالمية بتاعتنا واحدة واحدة ونعجن. أنا هعجنها وهرجع اوريها لكم في الآخر. ودلوقتي بقى بعد ما لميت العجينة هغطيها 10 دقايق ونرجع نشوفها. وبعد بقى ما سبت العجينة ترتاح 10 دقايق كورتها زي ما انتوا شايفين كده، وبجيب الوش احطه في الدقيق واسيبها مكانها. هنسيبها بقى ترتاح 10 دقايق تاني وبعد كده نرجع نشتغل فيها على طول. ودلوقتي بقى لحد ما العجينة بتاعتنا ترتاح تعالوا نعمل التومية. عبارة عن كوباية كبيرة من النشا وعليها كوباية إلا ربع من المية، ونقلب ده كله كويس والنار شغالة. نفضل نقلب كويس كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده لما توصل للقوام ده هنطفي عليها النار وهنسيبها تبرد. ودلوقتي البطاطس اللي على النار دي هعرفكم هنعمل بيها ايه في التومية. ومعايا هنا بقى مكونات التومية دي. البطاطسية اللي انا لسه موريها لكم اللي انا سلقتها هنحطها، وعليها الخليط اللي عملناه بتاع النشا لحد ما برد خالص، اهم حاجة يبرد. ننزل بيه برضو على البطاطس وعليها التوم حسب الرغبة، عايزين تزودوا اكتر من كده براحتكم. وعليها ليمونة ومعايا معلقة كبيرة من الخل وعليهم حبة مية، ونضرب كل ده كويس قوي في الكبة. وطبعا نحط عليهم ملح زي ما احنا عايزين. واحنا بقى بنضرب هنفضل نزود الزيت معانا. انا معايا هنا نص كوباية من الزيت، هفضل انزل بيها حبة حبة ونشغل تاني الكبة، وهكذا كده التومية بتاعتنا هتبقى جاهزة وبجد هتعجبكم قوي. وبعد بقى ما سبت العجينة ترتاح 10 دقايق هجيب بقى النشابة بتاعتنا وهنفردها كويس قوي. طبعا كلنا عارفين شكل العيش السوري، اهم حاجة ان هو الطبقة بتاعته تكون خفيفة مش سميكة. هنفضل نفرد فيها كويس قوي علشان تدينا شكل الدايرة. انا هعمل دي وهوريكم شكلها في الاخر بقى عامل ازاي. ودي بقى شكلها بعد ما فردناها. هناخدها على طول نسويها. التسوية بقى تبقى عبارة عن ايه؟ هنجيب صينية على ظهرها وهنحطها على النار ونعلي درجة الحرارة قوي. اللي عنده الطاسة بتاعة الكريب او العيش السوري ممكن يعمل بيها عادي، لكن انا هنا سويتها على ظهر الصينية زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي افردها كويس قوي وبعد كده هقلبها على الناحية التانية، وكل شوية هفضل ألف فيها لحد ما تديني لون بسيط قوي. أنا مش عايزاها طبعا تستوي قوي علشان في الآخر خالص لما بنحط الحشوة بنحطها تاني على الجريل. ودي بقى شكل التومية بتاعتنا بعد ما عملناها. بصوا بقى الجمال بتاع العيش. عمل معايا كمية حلوة قوي من 4 كوبايات. بصوا العدد بجد كان حلو قوي وكتير. دلوقتي بقى هنبتدي نعمل الحشوة. معايا هنا بقى البطاطس محمراها وهنزل عليها بالطماطم نقطعها رفيعة، وهنزل عليها بالبصل برضو مقطعينه رفيع قوي، وكمان معايا بقدونس. هنقلب كل ده طبعا في بعض. الحتة بقى اللي هتوديها للشاورما بجد هي البهارات بتاعة الشاورما. نجيب كيس بهارات شاورما دي اللي هتوديها بجد في حتة تانية خالص. نبتدي بقى نحطها على كل المكونات الحلوة دي ونقلب كل دوت في بعض، وعليهم كمان ملح ونقلب كويس قوي. وهقول لكم بقى على التركاية دي اللي هتخليها شاورما فعلا. هنجيب فحمية وعليها حبة زيت ونغطيها، بجد هتشموا ريحة تحفة وكأنها شاورما فعلا. وبعد بقى ما نسيبها تاخد ريحة الفحم كويس قوي نبدأ على طول في الحشوة بتاعتنا. نجيب بقى العيش الجميل بتاعنا ده، نتني بقى الحتة دي كويس ونجيب تومية. كتروا بقى من التومية بتبقى جميلة قوي.
بعد كده نجيب الحشوة اللي احنا عملناها دي، البطاطس على كل الحاجات الجميلة دي، ونلف كويس ونقفل من الجنبين علشان ما تفكش مننا زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بقى هاخدها على الجريل على طول، ممكن في طاسة اي حاجة عادي، دهنة زيت بسيطة ونحط الساندوتش بتاعنا عليها. ودلوقتي بقى هتاكلوا بجد احلى ساندوتش. بصوا الجمال، بجد بجد هتعجبكم قوي. نزين بقى بحتة بقدونس كده علشان الشكل، بجد خطيرة جدا جدا. بصوا بقى الجمال من جوه عاملة ازاي. يلا جربوها وقولولي ايه رأيكم، واشوفكم في أكلة جديدة، وأقول لكم باي باي.